بما ان الحمد لله المنتخب كسب في التصفيات اول ماتشين، ويعني الواحد بيقترب ان هو يروح كاس العالم. هو فاضل 10 ماتشات بس، هو الواحد بيقترب مع نفسه، او 8 ماتشات حاجه زي كده. جايين نتكلم على اسوأ 3 ماتشات اتفرجت عليهم للمنتخب. وزي ما قلت لك قبل كده، التسوأ ديت مش بتدل على سوء الماتش، ولكن هي بتدل على مشاعر، على نتيجه، على ممكن برضو الاداء. يعني بص على كله مع بعضه. فيلا بينا نخش على الفيديو. طبعا قبل ابدا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. طبعا قبل ما نخش على الماتشات ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، وتدعي لاخواتنا في السودان، وتدعي لاخواتنا في سوريا ان ربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب، وان ربنا يعدي الغمه دي على خير باذن الله. برضو قبل ما ادخل لك في الماتشات يعني احب اقول لك برضو ان انا زي الاهلي ابتديت برضو اشجع المنتخب 2013، ويعني ما فرقتش كتير 2011 عن 2012 2013. للاسف ما لحقتش انا الثلاثيه الافريقيه دي، بس يعني هو الدنيا كانت غم. يعني انا مش فاكر ان احنا في الفتره ديت ان احنا كنا بنكسب غير تشاد. حابب اقول لك وانا بحضر الحلقه انا استبعدت يعني هو في ماتشات كتيره سيئه، فانا دول الثلاثه اللي طلعوا معايا. يعني ايشي ماتشات في كاس العالم كنت عايز احطها، اهمهم ماتش روسيا، وايشي ماتشات في افريقيا، وفضيحه جنوب افريقيا اللي طلعت ديت. بس انا استقريت ان انا احط في المركز الثالث هو ماتش مصر والكاميرون في افريقيا 2017، وبالاخص النهائي. طبعا للي ما يعرفش، احنا الحمد لله البطوله ديت تقريبا كان بقالنا فتره كبيره ما بنروحش افريقيا. على ما اتذكر ان احنا ما رحناش 2015، فدي كانت اول مره. وسبحانك يا الله ان احنا وصلنا النهائي، بس في اول مره بعد سنين نوصل للنهائي على طول. وكان معانا غانا، وقتها لو تفتكروا عقده المغرب كسرناها. يعني كنا عاملين بطوله اللي هو يا جماعه ده ايه ده. ووقتها هيكتور كوبر كان بيلعبنا لعب اللي هو ايه، بيعذبنا واحنا بنتفرج، بس مش مهم، المهم ان احنا بنكسب. برضه اللي ما يعرفش البطوله دي كانت بتلعب في الجابون. فيبتدي الماتش النهائي، وسبحانك يا رب بعيدا عن كل اللاعبين يقوم مسجل الجون الاول ليه محمد النني في الدقيقه حاجه و20 تقريبا، 22 25. خلاص، اصل سخريه القدر ما فيهاش، اكيد اكيد خلاص. يعني بعيدا عن كل اللاعبين، النني اللي يسجل اللي هو نص ملعب اصلا، ده خلاص، ده صلاح برضه هتلاقيه بيسجل جون والكلام ده كله. فان شاء الله هتفرج يعني. ويخلص الشوط الاول كسبانين 1-0. عارف في احساس كده اللي هو خلاص يا جماعه اطمنوا. والحضري كان حرفيا كان بيشيل كميه كور مش طبيعيه. احنا البطوله باذن الله لينا، واذ يشاء ربك. ابو بكر او ابو بكار ايا كان تسميه ايه، فينسنت الله يسامحه، تقريبا في 15 دقايق جاب فينا جولين. ومش عارف بقى اقول لك ايه اللي حصل، وخسرنا 2-1 يعني يعني الحمد لله على كل شيء. يعني مش عارف بجد والله، مش عارف انا. يعني اللي انت اول مره تشوف منتخب مصر بجد يعني، واللي هو الواحد كان عامل بطوله سيئه، بس اللي هو يا جماعه ادوها لنا كده بالبركه. يعني ادوها لنا عشان احنا منتخب كبير مثلا بقالنا كتير ما جيناش. بس انا حطيته اكتر من روسيا واكتر من ماتش جنوب افريقيا، لان انا طمعت. يعني أنا فاهم، يعني انا خلاص لو انت حسستني بعد الشوط الاول ما خلص ان البطوله دي بتاعتنا خلاص. عكس مثلا ماتش روسيا اللي خسرنا فيه 3 بسم الله ما شاء الله، وعكس ماتش جنوب افريقيا اللي احنا لبسناه. يعني ما علينا، مش عايزين الواحد يفتكر الايام دي. اما عندك في المركز الثاني فهو كان ماتش السنغال. ويعني هو في سنغال كتير قوي. يعني احنا السنغال لعبناها اخر سنه او سنتين يجي 18 مره ولا حاجه، اذا كان كوره ولا يد ولا باسكت ولا طايره ولا شاطئيه ولا حتى كره ماء تقريبا لعبناها. بس انا بتكلم على ماتش الافريقيه النهائي برضه يعني، بس المره دي كان بيتلعب في الكاميرون اللي هو فاهم يعني. يا حول الله. والبطوله دهيت انت كنت داخلها ان انت يا معلم انت خسران. يعني انت دخلت اول ماتش قدام نيجيريا خسران 1-0 او 2-0، وتبوس ايدك وش وظهر ان احنا طلعنا بالنتيجه دي. بس لو تفتكر وقتها كيروش حاطط صلاح في مهاجم ومصطفى محمد وينج وشويه حاجات غريبه كده، وان انت يعني ربنا يستر عليك قدام السودان تقريبا، مش فاكر كانت السودان ولا مين، وغينيا بيساو او كانت غينيا بيساو. ويشاء ربك بتكسب السودان على ما اعتقد زي ما قلت لك، وغينيا بيساو 1-0 تقريبا الماتشين، او 1-0 وبعدها 2-0. بص ربنا بيسترها معاك. ولو تسالني انا نفسي ما كناش نتاهل يعني، مع ان هو في افضل توالد فانت كده كده تقريبا متاهل غصب عنك. بس لا، المنظر اللي انا كنت شايفه دوت احنا هنخرج دور 16 لو هنلاعب بترول الاسيوط. سبحانك يا رب يعني هو كان ربنا كاتب لنا ان احنا نخرج بدري، ويعني بفضيحه تقريبا لان لعبنا كوت ديفوار في دور ال 16. تحول اللي انت ما تفهمش ايه اللي حصل بالظبط. انت لو تسالني لغايه دلوقتي انا ما اعرفش ايه اللي حصل. اسبوع قعدناه ما بين ماتش غينيا بيساو اللي هو كان اخر ماتش في دور المجموعات، يا غينيا بيساو يا السودان اللي هو اعتقد يعني حاجه زي كده، لغايه ماتش كوت ديفوار. ده لعيبه تانية، ده مدرب تاني، دي فرقه تانية، ده منتخب تاني، ده كل حاجه تانية. نزلنا يا جماعه، اهم حاجه ممكن ما نكونش كنا بنلعب احسن كوره، بس كان في روح. عارف فكره الوقت
لعيبه بتخاف على الشعار، لعيبه انا عايز العب عشان خاطر منتخب مصر عشان خاطر الجماهير. ده اول حاجه كنت حاسسها. تاني حاجه ان احنا كنا بنلعب شويه كوره، مش هقول لك احلى كوره في الكوكب، بس كنا بنلعب كوره شويه. وبعديها تعدي من كوت ديفوار فتلبس في المغرب فتقول خلاص بقى يعني خلاص. وسبحان الله المغرب تقوم جايبه جون من ضربه جزاء في 10 دقايق، ضربه جزاء اقل ما يقال عليها غبيه من ايمن اشرف، واللي هو خلاص يعني الماتش ربنا يستر وما يفتحش، لان الجون تقريبا جه في اول 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه حاجه زي كده. وسبحان الله ترجع في الماتش محمد عبد المنعم تقريبا لعب راسيه، صلاح كمل عليها، وبعدها تروحوا اكسترا تايم فتقوم كسبان المغرب بعد جون تريزيجيه اللي لعبها له صلاح. وبعدها كنا هنلاعب كاميرون، والكاميرون على ارضها، وكاميرون يعني كانت فرقه قويه الى حد ما، هي مش قويه قوي بس يعني هي الفكره ان هو ايه، ان هم على ارضهم. ولو تفتكر حتى فكره الاستاد اللي احنا كنا بنلعب عليه كان لسه ميت عليه ناس وبرضه لعبوا عليه، فاللي هو الواحد بيقول هو انتوا بتهببوا يا جماعه، لسه في ناس ميته هنا ما بقالهاش 5 6 7 ايام، بس لعبنا الماتش وكسبنا ووصلنا للنهائي. طبعا لو تفتكر ضربات الجزاء وقتها وابو جبل اللي كان بيشيل، يا جماعه كان في روح. يعني انا بقالي كتير ما حسيتهاش قوي، ممكن من 2017 اللي هو كان الماتش التالت، اللي هي فكره يا جماعه لا احنا بنحب منتخب مصر، احنا عايزين المنتخب ده يكسب. انت مثلا لو مش بتشجع منتخب مصر او مش مصري هتفرق يعني ايه بتحب منتخب مصر؟ لا اقول لك احنا فعلا كان لينا وقت ممكن من 2017 فعلا او من 2018 لغايه البطوله ديت احنا كنا عايزين منتخب مصر ده يخسر. احنا كان واصل لنا الشعور ده، احنا الشعور ده كان بيوصل لنا لدرجه لا تتخيلها، بسبب طبعا موضوع افريقيا 2019 لما صلاح قعد يدعم عمرو ورده اللي هو اتحرش بواحده اصلا، ولا الفضيحه اللي حصلت في كاس العالم، وفضائح كتير كتير قوي. فاحنا كنا بقالنا كتير ما تعلقناش بالمنتخب كده. فيجي ماتش السنغال وانت طبعا انت مش مرهق يا جماعه. انا فاكر ماتش السنغال احنا نزلنا اول 10 دقايق كنا بنجري وبنلعب كوره وبنحاول على قد ما نقدر نجاري منتخب السنغال، فجاه خلاص بس هو اول 10 دقايق لعبنا واللعيبه يا جماعه ما بقتش قادره، عارف كانك بتلعب وفي رجلك كاس رمل، مش قادرين يتحركوا مش قادرين يجروا اصلا. ويشاء ربك برضه ان الماتش ده يعدي بينا كده وضربه جزاء تحسب عليها ساديو ماني يضيعها، والماتش يعدي اكسترا تايم والماتش 90 دقيقه والكلام ده كله وتوصل ضربات جزاء. مشيت معاك مره والثانيه ان شاء الله الثالثه يعني. ابو جبل المتمرس والسنغال ما كانتش لعبت ولا مره ضربات جزاء، فاحنا لينا الخبره ولينا، واحنا كمان بتوع النهائيات اصلا، والسنغال لسه خسرانين اصلا النهائي بتاع 2019، فاحنا واخدين ايه معنويا اعلى منهم شويه، بس طبعا يعني لا معنويا ولا جسديا ولا اي حاجه، خسرنا برضه عادي خالص يعني. عارف اللي يقرك ايه؟ نفس 2017 واكتر كمان، لان الواحد زي ما بقول لك كان فاقد الشغف في المنتخب، فرجاله الشغف فجأة كده. هو يعني الواحد كان فقد الشغف لغاية الجولة الثالثة، بعد نهاية الجولة الثالثة لغاية يا جماعة ماتش كوت ديفوار قبل بيبتدي ماتش كوت ديفوار الواحد كان بيكره منتخب مصر. في خلال 10 15 يوم حببونا في المنتخب وبرضه شالوا الأمل، ونخسر وتشوف دموع تريزيجيه وتاني عرفت هو كل الشعب تقريبا كان زي تريزيجيه، اللي هو انا واحد مثلا زي ما عشت الثلاثيه الافريقيه يعني، فنفسي اعيش افريقيه واحده يا جدعان. زي ما بقول لك انا اكتر الماتشات اللي بكرهها او بشوفها سيئه بالنسبه لي هي فكره ان انت هتكون عملت كل اللي عليك وبرضه تخسر. فيعني ده طبعا كان من البطولات اللي فعلا الفرق خلاص بص عملت كل اللي عليها، هم مش في ايدهم حاجه اكتر من كده. الواحد لو حب يلوم حد على البطوله ديت او بدايه من دور ال 16 هي فكره ان انت ما عندكش لعيبه محترفين على قد الامكانيات، ما عندكش لعيبه على قد امكانيات بقيه المنتخبات الثانيه. يعني انت المفروض بلد زي مصر دهيت المفروض يكون لعيبتها اكتر من السنغال والكاميرون والمغرب، لان انت صاحب البطوله ديت اصلا واكتر واحد واخدها. غير كده انت المفروض اللي عندك صلاح، فانت المفروض اللعيبه تبقى كتير بره، بس ده ما بيحصلش ليه؟ لان احنا عارفين اتحاد الكوره يعني طبعا الكوره في مصر يعني ماشيه بايه. وتيجي في المركز الاول اللي ما فرقش عن المركز الثاني كتير يعني بالمناسبه، وهو خساره منتخب مصر من قدام السنغال يعني سبحان الله في تصفيات كاس العالم بنفس ضربات الجزاء بنفس كل حاجه. يعني بصوا يا جماعه شفتوا اللي حصل في نهائي افريقيا تقريبا هو ده اللي حصل في النهائي او في تصفيات كاس العالم. لعبنا ماتش الحمد لله كسبنا في مصر 1-0 وقلنا الموضوع هيبقى كويس وان شاء الله والكلام ده كله. سبحان الله وصلنا هناك السنغال ارهاب يا جماعه، يعني ده ما كانش تشجيع، ده كانوا بيسبوا لصلاح وبيسبوا للفرقه كلها وزايز بتترمي وشتيمه والكلام ده كله. كويس ان احنا ما كسبناش لان اللعيبه دي تقريبا كانت هتتعدم هناك. انت ما شفتش المنظر وهم كانوا نازلين بعد ما الحكم صفر فوز السنغال، حتى يجي الجون الاول بتاع السنغال في اول 10 دقائق و15 دقيقه، فقلت خلاص يعني بص احنا بايعين الماتش من دلوقتي اصلا، واللعيبه مش قادره تلعب اصلا، اللعيبه خايفه خوف. يعني انا بصراحه ما الومهمش، اللعيبه ما بتلعبش اصلا بجمهور، وما بالك بقى لما يلعبوا قدام جمهور وبقى جمهور السنغال اللي كان عامله ده هو. فقلت ان انت خلاص الماتش كده كده رايح
ولا كاس عالم ولا افريقيا والكلام ده كله، وما كنتش اعتبره واحد من اسوأ المباريات لو كنا خسرنا بدري. بس هي فكره يطمعك لا طب والله ده انا ممكن اعمل، طب والله ده انا ممكن اسوي، وتقعد الشوط الاول خسران 1-0 يعني بنتيجه 1-1 في اخر الماتش يعني. والمهم ان انت بتنزل الشوط الثاني بقى بتلعب شويه كوره، فينزل لك زيزو من على الدكه. زيزو يا جماعه كان ممكن يجيب له جولين، بس سبحان الله هي بص هي مش ماشيه وتروح ضربات جزاء وخلاص اتعودنا وخلاص ان شاء الله بقى يعني خلاص يا جماعه. واللي يخليني انا بالنسبه لي احطه اسوأ ماتش هي ضربات الجزاء اكتر من الماتش ذات نفسه. تخيل ان احنا استحملنا 90 دقيقه في وسط الجمهور دهوت واللعيبه دهيت اللي كل واحد في النادي بتاعه نجمه تقريبا، ولعبنا 30 دقيقه زياده عليهم بالارهاق بكله بالجماهير باللعيبه اللي بتلعب ضدها والكلام ده كله، تخش ضربات جزاء. فتقوم عامل ايه يا معلم؟ نخش كابتن كوليبالي يضيع ضربه الجزاء. خلاص باشا بص احنا عندنا 3 لعيبه اصلا بيجيبوا ضربات جزاء على طول، محمد عبد المنعم بغض النظر ان هو ضيع في نهائي افريقيا، وعندك صلاح وعندك زيزو. صلاح وزيزو لو سجلوا خلاص شكرا. ويخش صلاح يجي طبعا هو يعني الكرة مش ما بين ال3 خشبات، الكرة يعني خبطت تقريبا في دماغ واحد سنغالي يعني حاجه زي كده، فدخل زيزو اللي بعدها فزيزو يضيعها. فبعديها بقى عندك بامبا جاب جون، مش فاكر كان مين من السنغال برضو كان جاب جون، واحنا كنا جبنا جون برضو بتاع السوليه. وبعديها يخش عندك مصطفى محمد يضيع، فبقت 4 شوطات بالنسبه للسنغال جابوا 2، و4 شوطات بالنسبه لمنتخب مصر جبنا 1. حتى اخر واحده اللي جبناها كده يعني الراجل يعني خش يا شيخ. وتيجي الضربه الاخيره بتاعت ساديو ماني ضيع. هنلعب الضربه الاخيره بتاعتنا، ساديو ماني ما ضيعش الضربه الاخيره، ايه مش هنلعبها اصلا. وسبحان الله نفس ساديو ماني اللي كسبنا في نهائي افريقيا يجي ساديو ماني ذات نفسه يقوم كسبنا ويتأهل لكأس العالم ونطلع من كأس العالم. وطبعا برضو من ضمن الحاجات اللي خلتها بالنسبه لي اسوأ ماتش ايه يا جماعه يعني كأس العالم في قطر. شفتوا الاجواء في قطر؟ يعني انت عارف مثلا لو انا مصور الحلقه دي قبل كأس العالم قطر كنت اقول لك يا عم ممكن احطها الثاني او الثالث. اجواء كأس العالم في قطر دي ايه اللي تحسرك اكتر يا جماعه؟ انا فاكر انا كنت بتفرج على القرعه ومش شايف غير ان احنا يا طب مجموعتها حلوه والله، يعني نتعادل مع هولندا ونكسب الاكوادور وكده كده ماتش قطر مضمون. انا كده شايف المجموعه، انا مش شايف ان السنغال هتلاعب قطر والسودان ولا مش عارف هتلاعب هولندا واكوادور، انا ما يفرقش معاك الكلام ده. انا شايف ان مصر هي اللي هتلعب. ويجي لك كابتن فرج عامر يقول لك لا الماتش هيتعاد يا رجاله ما تقلقوش، كاس العالم خلص وهو تقريبا لسه مصر ان الماتش هيتعاد. بس هي حلقه سيئه حقيقه يعني. والدنيا يعني الحمد لله ان الدنيا ماشيه دلوقتي، الواحد بدا ان هو ايه يتبسط شويه من المنتخب، فكره ان هو يكسب اول ماتشين وبوركينا فاسو كمان اتعادلت قدام غينيا بيساو، الله اعلم الماتش التاني هتعمل فيه ايه. بس يعني ان شاء الله باذن الله نوصل كاس عالم ونعمل حاجه كويسه في افريقيا، عشان ما ندمش ان انا ما صورتش الحلقه دي قاعده افريقيا. وبرضه قول لي رايك تحت في الكومنتات في الحلقه عموما، وقول لي اسوأ 3 ماتشات اتفرجت عليهم المنتخب، وانا عارف ان هم كتير فلو حابب زود يعني انا ذات نفسي بقول لك كنت بستبعد. وبرضه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. سلام.